أهلا بيكم في حلقة جديدة في برنامج الحكاية من البداية. النهاردة هنتكلم عن قصة حقيقية مش بس من كواليس الصحافة، قصة حقيقية من قلب الحدث. حكاية صحفي فلسطيني شجاع قرر إنه يكون صوت الشعب ويقف في وش كل التحديات والمخاطر. هو مش بس بينقل الأخبار، هو بيعيشها بشكل يومي ما بين الحواجز والرقابة وحتى المخاطر الميدانية. حوارنا النهاردة مع المصور الصحفي سامي سلطان اللي بيحاول إنه ينقل صوت الحق للعالم كله. اهلا بيك يا سامي ومنورنا في الحكايه من البدايه. هلا بيك. خلينا نبدا الحلقه بانك يومك بيكون ازاي كصحفي في ظل الاحتلال، وازاي بتواجه كل التحديات الموجوده في يوم. اول شيء يوم اي صحفي، انت قبل ما تكون صحفي انت انسان من غزة، فيومك بيكون بيختلف عن يوم اي صحفي طبيعي، لانه انت في عندك اولويات شخصية واسرية قبل اي شغلة بخصوص الصحافة. عندك اكلك شربك تصحى من النوم، او انت مش بتنام كتير يعني تشوف اهلك لو كنت لك فترة مش شايفهم. هذا من جانب بداية اليوم. من جانب شغلك الصحفي انت داخل ما بين معركة، انت ما في اشي متوفر لك. انت بتصارع ما بين توفر اكلك وشربك، الاشي الاساسي. بتصارع ما بين انك تشحن تليفونك، تشحن الكاميرا تبعتك، تحاول توفر مصدر الانترنت عشان انت شو بتوثق في هاليوم توصله لشغلك للعالم. فانت كصحفي انت بتكون على عكس الصحفيين في العالم اللي بيكون متاح لهم كل المعدات وكل الفرص. انت قاعد بتحارب حرب كبيرة كتير انت عشان انت بس توفر الشغلات الاساسية لشغلك. طيب ايه الرسائل اللي بتحاول توصلها من خلال شغلك كصحفي؟ وهل شايف ان الاعلام الفلسطيني ناجح في مواجهه الاعلام العالمي؟ الاعلام الفلسطيني انا شايفه ناجح جدا في مواجهة الاعلام العالمي، لانه بكمية بسيطة وبمعدات قليلة وبشباب، يعني لو هنحكيها من جانب كخبرات أو كتعليم أو كخريجين جامعات. النسبة الأعلى من الصحفيين الفلسطينيين هم تعليمهم نسبة كبيرة ما لها علاقة بالصحافة، ولكن هم أخذوا رسالة على عاتقهم. وصلوا رسالة لكل العالم. اليوم الرواية الفلسطينية صارت هي الرواية اللي تتصدر للعالم، على عكس ما قبل من 5 إلى 6 سنين كانت الرواية الإسرائيلية هي اللي تصل لكل العالم، لأنه هم اللي كانوا مسيطرين على الصحافة بالعالم بكل العالم. أغلب كبرى الوكالات والقنوات الدولية هي تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر لليهود. فهذه الرواية كانت دائما الرواية الفلسطينية مطموسة، ولكن مع الجهد للشباب الفلسطيني خصوصا في غزة استطاعوا انهم يوصلوا الرسالة بنفسهم. مع الاعلام الجديد والسوشيال ميديا قدروا انهم يوظفوا حساباتهم الشخصية وبعض الحسابات اللي تدار من قبل شباب فلسطيني انهم يوصلوا هذه لكل العالم. اجبرت كل الصحف والوكالات والقنوات العالمية انها تنقل الرسالة الفلسطينية، تتبنى الرسالة الفلسطينية، الرسالة الحقيقية. حتى بالرغم من كل القيود اللي السوشيال ميديا او الشركات المشاركه في ده وضعتها على النت. بالنسبة للقيود، هي القيود أكبر من أي حد ممكن يتخيلها. إنه إحنا أنت مش بتتحارب بحساباتك على السوشيال ميديا، يعني إحنا كان يتسكر، ما في صحفي فلسطيني ما تسكر حسابه الانستغرام أو الفيس أو الواتساب أو التليجرام، مش مرة ولا اثنين ولا 10 ولا 20. حسابات تعدت المليون متابع كانت تغلق. بالرغم من كل هذا كنا نستمر، كنا نحارب في عملنا. يعني يوجد كذا زميل ومنهم انا مرينا بظروف انه احنا كنا نتعامل مع بعض الوكالات القويه وكان لنا يعني شغل ولنا فلوس بسبب تبنينا الروايه الفلسطينيه 100% في بعض الوكالات الكبيره في العالم. هي يعني هي بتكون بدها انك تكون انت محايد، فانت بترفض هذه الشغله، فانت بتخسر عمل في وقت من الاوقات، بتخسر حسابات على السوشيال ميديا. انت كصحفي بيتم تهديدك بشكل مباشر من المخابرات الإسرائيلية. انت كصحفي فلسطيني سواء من دول عالمية او دول أوروبية او دول عربية، يعني يمكن مش الكل بيتطرق لهذا الموضوع، احنا كصحفيين بنمنع من دخول بعض الدول العربية بعض الدول الأوروبية بسبب انه انت صحفي. فانت بتتحارب بكل شيء. تهددنا بأهالينا، ضربت بيوتنا، جزء منا انضرب اهاليهم، جزء منا انضربوا بشكل شخصي.
فانت مش بس قيود على السوشيال ميديا، لا انت بتواجه مخاطرات كبيره. طيب كم مرة تعرضت انت شخصيا للتهديد؟ انا للتهديد اللي هي بالحرب الاخيره يعني، مهم. بالحرب الاخيره كانت 4 مرات. اخر مره كانت تهديد باهلي، ومن ضمن المرات كانت تهديد في بيتي، وقصفوا بيتي وهم بيحكوا معي على التليفون، انا كصحفي فلسطيني. طب اكتر مرة كنت خايف فعلا وقلقان منها كانت امتى؟ هي كان ايه اخر اللي حصل فيها؟ هي اخر مره، وكانت سبب السفر يعني، لانه كان اتصال بتهديد بشكل علني انه حقتل لك كل اهلك وخليك تتحسر عليهم. هذا ما قبل سفري ب 20 يوم، فهنا قررت انه انا لازم اسافر. طبعا كان الخيار انه انا اسفر اهلي، بس هم رفضوا لانهم هم عارفين الخطر الكبير علي، فاضطريت انه انا اسافر معهم. ولكن ما مش حابب انه تركت غزة، وبستنى ان شاء الله بكون لنا الهدنة هاليومين، بس انا فارغ الصبر عشان ارجع على غزة. طيب الاتصال كان من مين؟ كان مين اللي بيهددك؟ مخابرات اسرائيلية بشكل رسمي، هو بيحكي لك اسم وهمي بس هو مخابرات اسرائيلية. وضمن المكالمة هو بيحكي لك اهلك وين موجودين ومع مين، التفاصيل بتاعتهم كلها. وبحكي لك تفاصيلك. انا كنت مم. بالعربيه بسوق، فقال لي مم. انت في المكان الفلاني هيك بتسوق، وليش هديت السرعه. فهم مم. متابعينك كصحفي فلسطيني بطريقه كبيره، وبيستخدموا كل الطرق: تهديد مباشر، تهديد غير مباشر، محاوله اسقاط، محاوله دس، في كل التفاصيل. كل اشي مغري سواء فلوس اي اشي بالدنيا ممكن يعرضوها عليك مقابل انه انت تغير روايتك، تتمادى عن روايتك. ومش انا لحالي، مم. كل الصحفيين، منا من دفع ماله، منا من دفع نفسه، منا من دفع عائلته، مننا اليوم ما زال بيعاني. كلنا بنعاني من هذه مهم. الظروف. طيب انت اكيد اتعرضت للرقابة او تهديد بالاعتقال او حتى المخاطر الميدانية. ازاي كنت بتواجه التحديات دي؟ هي المخاطر الميدانية يمكن أنا كصحفي غزاوي، لأنه ما في احتكاك مباشر مع الجانب الإسرائيلي زي زملائنا في الضفة الغربية. يعني زملاء في الضفة الغربية أغلبهم بيتم الاعتداء عليهم وضربهم وحبسهم والتنكيل فيهم، ولكن احنا للأسف لأنه ما في احتكاك، ما في شيء ميداني إلا بالاستهداف المباشر. يعني أنا في حرب 2021 بعد تهديد ب3 ايام تم ضربي انا وانا بسوق بالعربيه، واتصابت اصابه يعني قعدت سنتين وانا بتعالج منها. مم. فهو بكون استهدافات مباشر، لانه ما في احتكاك مباشر انت مع الجيش الاسرائيلي، مم. الا في حال لو اقتحم مكان وانت كنت فيه. زي زملاء كثير منهم، كثير في زملاء معتقلين لحتى الان يعني، وبواجهوا اسوء ظروف اعتقال. مم. طيب سامي، انت ايه رأيك في مدى تأثير الصحافة الفلسطينية في تغيير الرأي العالمي الدولي؟ مدى كبير، واكبر دليل يعني اللي شفناه على ارض الواقع، من اللي صار في جامعات امريكا، اللي صار في ايرلندا من تسكير السفاره، اللي صار في اسبانيا من طرد السفير، وفي بلجيكا، وفي عده دول في العالم. كل هذا سببه كان بسبب الصحافه الفلسطينيه، لانه العالم كان مغيب. احنا كاشخاص عبر حساباتنا على السوشيال ميديا اليوم صرنا نتواصل مباشر مع ناس مؤثرين حول العالم، مع شخصيات مسؤولة، مع ناس دبلوماسيين، مع سفراء دوليين تواصلوا معنا بشكل خاص، بشكل مباشر. انت بتقدر توصل له الرسالة. تغيرت هذه الرواية اللي كانت دائما هي المتصدرة، رواية الإسرائيليين. فصارت الرواية الفلسطينية واضحة، الإبادة تنقل 100%، الإجرام يصل لكل العالم. واكبر دليل التاثير اللي بصير على ارض الواقع. يعني لا يوجد نجاح الا باشياء ملموسه على ارض الواقع. مم. اللي صار كثير شغلات صارت في كل العالم. تقدر تفتكر ايه اكتر موقف اثر فيك اثناء تغطيتك للاحداث، سواء على المستوى الشخصي او المهني؟ اكثر موقف يعني من اكثر المواقف الصعبه في البدايه اللي هو النزوح، انك تترك بيتك مم. ومنطقتك وانت مش عارف انت راجع ولا مش راجع. بس اكثر موقف كان صعب علي كثير، هو كثير مواقف، مش هحكي المواقف اللي كنا بنتشاهد فيها وحصرونا بس هو اكثر موقف علم معي كان استشهاد حمزه دحدوها مصطفى. مم. هم زملاء صحفيين واصدقاء، وزملاء يعني من اعز الاصدقاء واقربهم لإلي. انه انت كنت بايت معهم، كنت بتغطي في حدث موجود انت معهم، وانت مروح رايح من مكان الحادث
لا خلص مخلص تغطية أنت، هم في العربية اللي قدامك بعربيتين يعني. مم. فتم استهدافهم بشكل مباشر. مم. هم كانوا خمسة بالسيارة. السواق طبعا المشهد الأول أنت بتشوف، خصوصا أنا كنت قريب منهم. السواق صاحبنا كان قصي سالم، وكان جنبه مصطفى وحمزة وحازم ومحمود القهوجي. اثنين تصاوبوا وثلاثة استشهدوا. مشهد حمزة وهو بيتشاهد يعني الله يرحمه. هو أصعب مشهد. مشهد إشلاء قصي أو مصطفى يعني. لا يمكن نسيان هذه المواقف. هنا الكثير من المواقف يعني لا تعد ولا تحصى. كثير كثير مواقف. بس يمكن هذا أكثر شيء. طيب بناء على المواقف دي، هل شايف ان السوشيال ميديا بتساعد القضية ولا لسه مش جايبة الجدوى الكافية منها؟ لا، بتساعد القضية بنسبة كبيرة. زي ما قلت لك، ملموسات على الواقع بينت قديش القضية الفلسطينية وصلت للعالم. تأثير، تضامن. اليوم القضية الفلسطينية صارت من أهم القضايا بالعالم. مكانة فلسطين والحديث عن فلسطين وفي كل المحافل الدولية سواء الرسمية أو الغير رسمية صارت بشكل قوي. وهذا سبب الأول والأخير كمان السوشيال ميديا، لأنها وصلت لكل العالم الحدث كحقيقته. نحن لا بنزيد فيه ولا بننقص منه. وبالمقابل ما ينشر عبر السوشيال ميديا أو عبر كل الفضائيات والقنوات، ويعني مش حكون مبالغ أنا، لا يتجاوز 3 إلى 4% من الحقيقة. الحقيقة أسوأ مما اللي عاش الحقيقة بيعرف كلامي كويس إنه هي أسوأ من الشغلات اللي احنا بننقلها. اذا السوشيال ميديا مش كافية لنقل الحقيقة، يعني مش موصلة الحقيقة كاملة. هي كنقل الحقيقة لا، هي لا تتجاوز 3 4%، ولكن كتأثير في القضية الفلسطينية، كتأثير في نقل الحقيقة كانت مؤثرة جدا. انها نقلت نسبة بشكل كبير، ولكن مع التقييدات على الصحفيين، مع شح المعدات، مع عدم توفير الانترنت، مع عدم توفير يعني كنا بنشتغل في شغله في معدات احنا لا يمكن ان تصنف فيها معدات صحفيه، ولا يمكن يعني لو ما قبل الحرب الاخيره كنا مش ممكن كنت تتخيل انه ممكن تشتغل بالمعدات هذه او مم. بالظروف هذه. ولكن انت بتحارب عشان توصل هذه الرساله. طيب في خلال سنة وثلاث شهور تقريبا عدوا على اللي حصل لفلسطين. في الفترة دي شايف ان 7 اكتوبر كانت بمثابة انتصار ولا نكسة؟ اول شيء فلسطين هي دوله محتله، واي دوله لازم تتحرر. ما اخذ بالقوه لا يسرد الا بالقوه. مم. ف7 اكتوبر انا بشوفه هو بدايه، لو ما كان هو التحرير هو حيكون بدايه التحرير. ما فعل في 7 اكتوبر غير العالم كله وغير ميزانيه القوى. ما قبل 7 اكتوبر الكل كان بيعتبر اسرائيل هي ثاني اقوى بالعالم، وهي الدوله التي لا تهزم. اللي صار في 7 اكتوبر بين للعالم انه صاحب الحق دائما قوي، برغم انه غزه محاصره من 2006، يعني بتحكي في عدد سنين كبير كتير مم. ممنوع يدخل عليها ولا إشي، إلا أنهم ما صنعوا شباب وما بذلوا، ويعني بينوا انتصارا تكنولوجيا عسكريا على أرض الواقع في سنة ونص من غير أي دعم عسكري، من غير أي قوة عسكرية، من غير أي مساندة من أي حد. ما زالوا لليوم بيضربوا يعني بعد بسنة ونص، وما زالوا مستمرين في المقاومة. وأكيد الخسائر كبيرة في غزة، ولكن لو رجعت للتاريخ ما في دولة بالعالم حررت أو أقيمت إلا كان الثمن باهظ. لو تشوف من أمريكا وشو عملوا بالهنود، الجزائر، كل الدول، روسيا، ألمانيا، أنت بتدفع ثمن حريتك. اكيد. طيب ايه رأيك في دور الاعلام العربي والدولي؟ هل شايف ان في قصور في التغطية؟ بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة بشوف انه في قصور. يعني النسبة الأكبر هي من السوشيال ميديا. الإعلام العربي والدولي برضه في بداية الحرب كان بيعطي كم كبير للأحداث اللي بتصير بغزة.
للأسف في كثير من الإعلام العربي بسبب السياسات أشياء بيرفض ينقلها، في سياسات لا تتناسب. للأسف يعني بنسبة كبيرة في الإعلام العربي يعني نفقد نقل الحقيقة المباشرة، مصداقية. نفقد نقل بمصداقية مم. بسبب السياسات الخاصة لمعظم القنوات، وهذا إشي يعني حزين. أنا حزين جدا عليه، وحزين إنه عندنا طاقات قوية وضخمة على مستوى الوطن العربي، وللأسف المفروض إنه الإعلام يكون الأقوى هو الإعلام العربي، ولكن للأسف الأقوى. وعشان هيك يعني السوشيال ميديا هي اللي نقلت القضية الفلسطينية بطريقة كبيرة، لأن النسبة الأعلى من الإعلام القوي والمنتشر حول العالم هو اللي ناس يهود أمريكان إسرائيليين. مظبوط. احنا وقتنا خلص للأسف يا سامي، ولكن أنا اتشرفت جدا بيك واتشرفت بوجودك معانا في الحكاية من البداية، ونتمنى إن الظروف الجاية تبقى أفضل بكتير وترجع على بلدك سالم غانم إن شاء الله، والأمور تكون أحسن بشكل أكبر. الحقيقة مش دايما بتكون سهلة، ولا الطريق لتحقيق العدالة بيكون دايما مفروش بالورود. سامي سلطان وغيره من الصحفيين الكتير بيواجهوا تحديات يومية علشان ينقلوا الحقيقة للعالم كله، لأن في النهاية الإعلام مش مجرد كلمات، ده قوة كبيرة جدا بتغير مصير شعوب. فلو اتعلمنا حاجة من الحوار ده هيكون إن الصحافة الحقيقية مش بتقف عند القيود أو الحواجز، الصحافة الحقيقية بتكسر كل القيود. شكرا ليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم للحلقة، ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة في الحكاية من البداية مع شروق السرفي.